كم تتوقعون تدفعون ضريبة على الذبيحة الكاملة هني بكندا؟ ويا ترى كم سعر الطلي بالدولار الكندي؟ هذا الحرم كلها حلال. يا عندك هذا الختم الحلال، فكله ينذبح عن الطريقة الإسلامية. الذبيحة كلها طلعت، هذا كيس وهذا كيس وهذا كيس، ما شاء الله كل واحدة أثقل من الثانية، وهذا كيس وهذا كيس وهذول، وهذا الراس تسماخش كبره، وهذول وهذه. طبعا يا جماعة الذبيحة هذه 52 باوند كامل، والسعر الباوند $7. يا طويل العمر الذبيحة 52 باوند. شريت شغلات ثانية غيرهم، خلينا نشوف هذه الأسعار. هذا كيس وهذا كيس، تمر خلاص ملكي، هذا زعتر بيتي. الحين ابي الحساب الكلي هذا بعد ما شريت هالاغراض هذول والذبيحه الكامله. كم تاخذ علي تاكس ضريبه للدوله؟ كم تاخذ علي؟ كل شيء اخذته اليوم ما عليه تاكس. يا جماعه كل اللي شفتوهم شريتهم الحين طلعوا $419 كندي، وهذا هني سعر الضريبه، شوفوا $0، مو دافع اي شيء حق حكومه، و$419 السعر الكلي، وسعر الذبيحه $363. يعني وين ابو كندا كلها ضرايب؟ وينها؟ ها صفر قدام عيونك، شوف شوف شوف، صفر. وهذا الفيديو يا جماعه ردا على كل الناس اللي يقولون كندا كلها ضرائب. علمك في ناس ساكنين بكندا سنين وبنين ومو عارفين ان كندا ما تاخذ ضريبه على الاكل. اي نوع من انواع الاكل انت تشتريه، مو معلبات، من تروح المطعم ما مطعم، الجروسريز اقصد، بس ما ياخذون عليه ضريبه الدوله. وهذا الشيء في ناس وايد ما يعرفون عنه. هذا قدامكم انا شريت ذبيحه كامله واغراض ومسواق والدنيا، ما دفعت $1 ضريبه. السلام عليكم.